يمكنكم مشاهدة سجاد الدليمي الآن. نعم، هذه سجاد الدليمي الآن. هل لنا أن نسمع إلى ما تقوله؟ هل لنا أن نستمع؟ لا صار لحظة أحسن. أنا عندي أخي بالبصرة وأنا زوجة البغدادي على ما هيك أظن، يعني بيقولوا إنه زوجة البغدادي بس ما بعرف. طيب بيقولوا إنك زوجة البغدادي، أنت كنت زوجة أنا طريقته من 6-7 سنين. مكان بغدادي. هل أخذتي قرار بالانتقال إلى بيروت للعيش هناك؟ لا، أنا راح أطلع على تركيا. شو القرار اللي اتخذتيه؟ بكمل باسبوراتي أطلع على تركيا. يعني هلا حتكوني في بيروت ومن بعدها ستحاولي الانتقال إلى بلد آخر. شكرا. الحمد لله على السلامة. سلمى، لا أدري تقنيا إذا تمكنتم من التقاط الصورة نعم. والصوت. تمكنا من التقاط الصورة والصوت، ونحن لا زلنا نشاهد الصورة، صورة الأطفال وصورة سجاء الدليمي، وسمعنا ما قالته بأنه كانت زوجة البغدادي، ولم يكن في ذلك الحين بغدادي، أبو بكر البغدادي طبعا كما هو معروف باسمه، ولكنها طليقته منذ 6 سنوات. وقررت قالته بأنها اتخذت قرارها نعم بالذهاب إلى تركيا، العودة إلى بيروت، ومنها قالت إلى تركيا، ومن بعدها إلى وجهة ثالثة ستختارها وستعمل على ترتيب الانطلاق إليها.